فاكرين فيلم الليمبي؟ واحد من اكتر الافلام الكوميديه اللي اتربينا عليها وبنحبها. تخيل انك كنت قاعد بتتفرج عليه وهتموت بقى من كتر الضحك، وفجاه اخر مشهد يقلب مأساة، يخليك مش عارف تخرج من السيما فرحان ولا مكسور. ده اللي كان هيحصل فعلا في نهاية فيلم الليمبي، لكن في حد تدخل في اخر لحظة وغير النهاية دي. الحكاية بدأت لما الفيلم خلص تصويره وكل بقى قاعد مستني لما الفيلم يتعرض. النهاية اللي انت شفتها في السينما مش هي اصلا النهاية اللي اتصورت. كان في مشهد مؤثر جدا لعبلة كامل اللي لعبت فيه دور ام الليمبي، لما كانت بترقص في الفرح وبتلم النقطة، بس فجأة بتمسك قلبها وبتقع وتموت. الفرح بيتحول لعزا والليمبي بيقعد يبكي وبيقول الجملة اللي كانت ممكن تكون واحدة من أقوى لحظات الفيلم. يا ترى هسمع كلام مين؟ مين هيعرفني الصح والغلط بعد ما تموتي؟ النهاية دي كانت صدمة، بس المفاجأة الأكبر لما المؤلف أحمد عبد الله استخدم نفس الفكرة دي وعملها في فيلم تاني، وهي دي بقى فزورة النهاردة. يا ترى إيه اسم الفيلم اللي عملوه؟ لما عملوا بقى النهاية دي المنتج والمخرج بص كده للفيلم وقال لا 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 انا ارفض، انا النهاية دي مش هينفع، انتوا كده هتبوظوا الفيلم. النهاية دي هتخلي البهجة والفرحة اللي كانت مليانة جوه الفيلم تتحول لنكد، والناس كده هتكره الفيلم. وبعد نقاش طويل اقتنعوا بكلامه. اما محمد السبكي سافر لتركيا علشان يشوف المشاهد بتاعت الفيلم دي ويمسحها ويشيل مشهد الوفاة من كل النسخ. وبسبب اللي حصل ده النهاية اللي احنا كلنا شفناها في السينما اختلفت تماما عن النهاية اللي هم كانوا اصلا ناويين يعملوها، وفضل الليمبي فيلم كوميدي من اوله لاخره. والسؤال هنا، هل لو كان الفيلم اتعرض بالنهاية دي هل ممكن كان يبقى اقوى، ولا تفضل النهاية اللي احنا شفناها؟ قول لنا رأيكم في الكومنتس. استنوني بكرة وخليك فاكر ان رمضانك حدوتة.